مساء الورد عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. قلت بقى وانا راجعه من الشغل اجيب قرنبيطه، انا بحبها جدا. هنبتدي بقى ايه، نعمل الحته اللي في النص دي عشان نفككه، نحاول كلها تبقى عشان تبقى جزل كده كلها. نعم اتفضل. اعمل لك قرنبيط. بصوا ما شاء الله كلها بقى سوا بعضها كده، نكملها كلها وارجع لكم تاني. هنا حطيت ميه مغليه، حطيت حله فيها ميه مغليه، وحطيت ربع كوبايه لبن كده عشان تديني اللون الابيض، ولو في ناس بتتضايق من ريحه القرنبيط. وملح، شويه ملح وشويه كمون. الكمون مش هيسمر لي خالص القرنبيط. رشه كده ما شاء الله. وانا خليتها، حاولوا تكون على قد ما تقدروا تخلوها قطعة واحدة، بحيث ان هي كلها تستوي مع بعض. انا بس عايزاها في المية كده، اول ما تسقطوه سيبوه مثلا 5 دقايق، عدوا 5 دقايق وبعد كده خرجوه. الله كده بقى استوى. بصوا، وحتى يعني ماسكة نفسها، لاني لسه هتكمل كمان في التحمير. ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يا رب يصلح ما بين ايدينا دايما. هنا معايا بقى 3 بيضات، لازم يكونوا كبار، ولو صغيرين حطوا 4. واحط كمان كوباية لبن. اعمل بقى كده كوباية دقيق لحد ما تحسوا ان القوام كده يعني يمسك في القرنبيط، ما يبقاش سايل. ما يبقاش سايل. بدينا نحط بقى رشة بيكنج باودر او معلقة كده، نقلبه. معلقتين كبار من النشا. وهنا البهارات بتاعتي: كزبرة، فلفل اسود، كركم عشان يديني اللون الحلو ده، وكمون وبابريكا، او لو بتحبوا حطوا شطة. بقى انا مش قادرة اقول لكم بقى ايه الريحة قلبت هنا ازاي. ريحة البهارات بقت ميكس يجنن. وطبعا لازم فصين من الثوم، سواء توم بقى. بصوا بس هو كده تقل معايا، هرجع بس احط له شويه صغيرين من اللبن، عشان انتوا عارفين الدقيق لما يعني يصبر كده تلاقيه تقل شويه. بعدين عندي هنا بقى كزبره وشبت. انتوا بتحبوا بقدونس ممكن تحطوا ال3، او لو مش بتحبوا الشبت عشان هو ريحته نفاذه شويه ممكن تحطوا بقدونس زي ما انتوا عايزين يعني. بعدين شويه بقى من الملح كده، عشان احنا برضو سالقين القرنبيط في ملح. بس انا حطيت اللبن بكوبايه كبيره، اللبن كوبايه قليله والدقيق في كوبايه كبيره، فعشان كده عكس معايا. فانتوا خلوا دايما الكوبايه قد بعضها علشان يبقى القوام كويس معاكم. بصوا يعني كده اللي هو يمسك في القرنبيط.
هنا عندي بقى كوباية برضو من الدقيق كده، بعدين معلقتين كده من النشا، نعم يا أروى قولي الكلمة المحفورة في بقى. وبقى ايه شوية كركم كده صغيرين عشان يدونا اللون الحلو ده، كتير كده. ماشي يا روبي اتفرجي. هاتوا شوية ملح، عايزين تحطوا نفس البهارات هنا تاني براحتكم يعني، بس انا ايه انا شايفة ان كده كويس يعني. حط بس رشة ملح كمان، اللهم صل على سيدنا محمد، ورشة آه بيكنج باودر برضو. بصوا ده هيخليه بقى معانا مقرمش كده وحلو جدا. لسه يا رورو. ابتدي بقى احطه هنا، بصوا القوام تقيل كده. نحاول نمسح ايدينا في السوائل كده عشان ما يتكلكعش الدقيق معانا هنا. انا متأكدة ان بعد ما تعملوا التجربة دي من القرنبيط هتعجبكم جدا. وبعدين ننزل بقى في الزيت كده بقى، هبتدي انزل، بس لازم يكون الزيت غزير، ويكون تحطوا بقى كده. والدقيق ده لو كلكع معاكم بال اسمه ايه ده، المصفى كده، وحاولوا تنخلوه عشان السوائل اللي بتنزل فيه بتخليه يكلكع. وحتى لو انتم مش عايزين تحمروا كمية القرنبيط كلها، ممكن تنقعوه في الخلطة بتاعته دي وتدخلوها الفريزر لأي وقت تكونوا انتوا عايزين تاكلوا فيه يعني قرنبيط، وبألف هنا وشفا. كمل بقى وارجع لكم. مساء الخير، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ما بتحطوش لايك برضه، يعني اعمل فيكم ايه؟ جربوها ومش هتندموا، وما تنسوش تحطوا لايك. انا بس عايزاكم تسمعوا صوت القرمشه. بصوا، سامعين صوت القرمشه ولا مش سامعين؟ بصوا من جوه طريه وجميله جدا 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 جدا. جربوها ومش هتندموا. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.